حكاية قديس وشهيد. قصتنا قصة القديسة إردينا أم عبد السيد أم الغلابة. اتولدت من أسرة مسيحية عام 1910 في محافظة سوهاج بلد الكوامل، وكانت من أسرة غنية جدا. وبعد ولادتها ب40 يوم توفت مامتها وربتها أختها الكبيرة. ولما كان عندها حوالي 7 سنين عرفت إن باباها بيعمل في عمل السحر، فما كانتش بترضى من تاكل من أكل باباها، وكانت بتاكل أكل بسيط جدا بس عشان تعيش. ولما كان عندها حوالي 14 سنة حبت إنه هي تترهبن، لكن ابوها ضحك عليها وقال لها انه اللي بتترهبن لازم تكون فاقده بصرها، تاخد من رماد الفرن وتحط في عينيها علشان تفقد بصرها. لكن الموضوع ده ما نفعش معاها، وبعدين زوجها الراجل كان صعب جدا جدا، كان دايما بيعذبها وبيضربها بدريد النخل، لكن هي كانت بتصلي من اجله ودايما تذكره في صلاتها. بعد فتره سابها وراح لواحده تاني، فضلت برضو تصلي لجوزها، وكان كل فتره بيرجع بيعذب فيها لكن دايما كانت بتصلي له. وبعد فتره توفى ابنها سعيد اللي هو الكبير، لكن كانت كل الناس بتعيط وتصوت عليه. هي كانت متعزية تعزية جامدة جدا، ودايما تقول يا رب هو معاك احسن ما يكون في الارض. وبعد فترة عزله من الصعيد وجات سكنت في شارع شبرا، وكانت بتدور على اقرب كنيسة ليها، واستمرت في الكنيسة وعرفت اكتر من 600 اسرة، وسماها البابا شنودة الثالث بأم الغلابة علشان كانت دايما مراعية الغلابة. وفي يوم كانت خارجة هي وابونا علشان يناولوا راجل تعبان، لكن اللي حصل انه لقيهم امطار شديدة جدا، فابونا قال لها يا تسوني ازاي هنروح كده، احنا هنحاول نرجع. وبصت للسماء وقالت لربنا يا رب لا توقف المطر زي ما وقفته ايام ايليا، لا اما ولا هنفتقد شعبك ولا هنعرف شعبك. فالمطر وقف في الحال وراحوا للراجل وناولوا الراجل. وكانت حياة ام الغلابة دايما قريبة جدا من ربنا. بعد فترة تعب زوجها تعب شديد، فخدته ودته لابونا وخلته يتناول ويعترف وقرب جدا من ربنا. وبعديها توفى زوجها، وبعد وفاة فترة كبيرة تنيحت القديسة يوم 27 ديسمبر 1992. وبركة شفاعتها تكون معنا، ربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.